ما تركزوش في ده عشان ايه، ده مش هينزل خلاص يعني، ده على الله حكايته. بصوا امبارح رحنا السوبر ماركت طبعا علشان النهارده مدارس فهنعمل شوبينج. المهم لقيت حاجه بحبها جدا وتتشرب على طول، وهي كوكونات ميلك. طبعا اي حاجه بتعجبني بجيب منها 1 و2 و3، فللاسف يعني لقيت سعره مناسب على الكوكونات ميلك فقلت اجيب. المهم هو طعمه حلو يعني، دي مش مشكله، بس الفكره كلها مسكر قوي. يعني هو المفروض حاجه هيلثي، فالمفروض ما يبقاش فيها شوجر. فهو بيقول مش عارف فيها اراوند 7 جرام حاجه كده، 5 جرام، بس هو بالنسبه لي تقيل ومسكر، يعني مسكر قوي. انا بحبه ليه؟ بحبه اشربه كده، بس بزوده ميه علشان انا مش عايزه يبقى فيه كالوريز كتيره. احطه على الماتشا، بعمل الميكس ده كوكونات ماتشا. تمام. فالناس اللي بتحب شوجر يحطوا يشربوه عادي، بس انا بالنسبه لي ده بيضيع فوائد الكوكونات نفسها، يعني مفيش داعي ان هو يبقى عليه سكر. تمام. بس فدي مشكلتي بقى، ان انا لما بجيب الحاجه يا عيني بجيب منها 2 و3. تعالوا ندوق كده تاني، والله طعمه بصوا هو فيه سكر قوي. انا هعمله بالماتشا. بص هعمله ازاي. ادي الكوبايه وادي الماتشا، هعملها كده ونحط عليهم شويه ميه صغننين ونقلب نقلب لغايه لما تدوب خالص، بس ما تبقاش ميه سخنه عشان ما تضيعش الفوائد بتاعتها. اوكي، ميه يعني دافيه كده. برضو لسه مفيش فايده. ماشي، المهم اهي بص دوبتها كده، دابت. اوكي، بعد كده بزود عليها الكوكونات، معجبة بالاختراع، الكوكونات ميلك. يعني بحط حبة كده. اوكي، واقلبها كويس، وبعد كده بضيف مية. بس حطيت مية كده، عملت الماتشا. بسم الله. هي طعمها حلو قوي. بص هو كده السكر مش باين، بس انا بتكلم في كمية السكر اللي بتخش جسمنا، وانا اصلا ما بحبش السكر يعني، بطلته من سنين. ف كده هتعجبكم، كده حلوة ماتشا. ايه بقى فوائد الماتشا؟ هكتبها لكم في الكابشن. يلا باي.